احنا بصراحة أقول لكم هذه الأيام ننتظر ظهور الإمام. راح تقول سيد سامي هاي شنو الحكي هذا؟ هاي جرأة أن يقول ظهور الإمام. أي واحد تسأله ايش وقت ظهور الإمام يقول يا عمي يجوز بعد 5000 سنة. لا، احنا عندنا مسطرة، عندنا أول الأنبياء آدم، هاي الجنة وهاي النار. هاي المسطرة الله تعالى كشفها للآخرين عن طريق من؟ عن طريق أول رسله إدريس. فإدريس أول الرسل. زين، كذبت نوح المرسلين، يعني قبل نوح أكو رسل. هاي حقيقة مهمة جدا. خوب، نوح منو قبله؟ أبوه لامك رسول. منو قبل لامك؟ متو شيلخ رسول. منو قبل متو شيلخ؟ إدريس. فإدريس أول الرسل، ولذلك نوح كذبوه. قوم نوح من كذبوا نوح يعني كذبوا الخط الرسالة كله، كذبوه في ذلك. فإحنا عندنا إدريس أول الرسل. الحمد لله من نعمه على البشرية أن حفظ لنا كتاب إدريس. إدريس يسموه بالإغريقية إينوك، هم بالعربية يسموه أخنوخ. أخنوخ جاية من اليونانية. إينوك جاية من العبرية حانوك. حانوك معناه إدريس. إرجاع اللغات هواية مهم جدا في ذلك. خوب، هذا إدريس. طبعا اليوم كل المسيحيين، طبعا من نقول كل المسيحيين يعني من خلال كتبهم، ما نحكي نحمل شخص أمور ما بها دليل. من كتابه يقول إدريس نبي. هو يقول تماما هذا الرجل تحدث عن مراحل مسيرة البشر. من اللي حفظ لنا كتاب إدريس؟ الكنيسة الكاثوليكية تقول أنا أعترف بكتاب إدريس، لكن هذا الموجود هو منحول. بينما الكنيسة الحبشية لا تعتقد به الآن، منذ زمن النجاشي، قبل النجاشي وإلى اليوم يعتقدون بكتاب إدريس أنه صحيح، والنسخة الصحيحة عندهم. ولذلك النجاشي كان عنده موقف من محمد صلى الله عليه وآله، وعنده موقف من أبي طالب. إحنا هاي التجربة غنية ما يصير نتركها تماما. فإحنا نتبنى، إحنا كشيعة نتبنى الكنيسة الحبشية وروايتها لكتاب أول الرسل إدريس. الحمد لله موجود الآن على الإنترنت موجود، فتستطيع أن تقرأ. الشيء اللي معروف عنه أن إدريس عنده رؤية الأسابيع، يعني قسم الزمان من زمن آدم إلى زمن دخول الناس الجنة والنار، قسمها إلى 10 مراحل، 10 أسابيع. الحمد لله هذه 10 أسابيع صارت لنا مسطرة. إحنا جينا على هاي 10 أسابيع، شفنا بالأسبوع الأول يقول إدريس أنا ولدت في السبع الأخير من الأسبوع الأول. هذا الأسبوع الأول. في إلى زماني أكو عدل، بعد ينحرف الناس وينتشر الضلال، فالله يعاقب بنهاية الأسبوع الثاني البشر وينجو إنسان. كل الشراح المسيحيين يقولون هذا نوح، مو إحنا نفتري. ثم يأتي أسبوع ثالث، يصطفي الله رجلا يجعل نسله شجرة صدق إلى الأبد. هاي خصوصية إبراهيم في الأسبوع الثالث، هم في نهايته. ثم يأتي أسبوع رابع، خامس، سادس، سابع. من يجي السابع يقول يصطفي الله
أبرار، مو أفراد، مو فرد، أبرار من شجرة الصدق الأبدي، يعني من ذرية إبراهيم. هو كل المسلمين من ذرية إبراهيم؟ لا. كل الصحابة من ذرية إبراهيم؟ لا. تعال شوف شنو يصفهم، يقول يعطون من العلم 7 أضعاف. هذول منو؟ هذول محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته. يعطون من العلم 7 أضعاف، بهم تستأصل الضلالات. هذا أسبوع سابع. وللعلم احنا من نروح إلى كتب اليهود والنصارى نجد كتاب دانيال معترف به عندهم. كتاب دانيال يحدد زمان بعثة محمد صلى الله عليه وآله. هذا شغل آخر تماما. احنا لابد مثل القرآن من يفسر بعضه بعضا، لابد احنا ان نرجع الى كتبهم ونفسر بعضها البعض الاخر. ينطي الزمان بالضبط سنة 610 ينطيه زين. بعدين يقول ثم يأتي، هذا منه إدريس، ثم يأتي أسبوع 8 يعطى سيف علما للأبرار لقتال جميع الكفار، وينتصر الأبرار على الكفار وتجتمع أموال كثيرة فيبنى بها بيت الله الأكبر. هذا النص مالتهم. هذا مختصر جدا. يجي محمد صلى الله عليه وآله يفصله يبسطه. فإذا نحن عندنا مسطرة من توصل إلى الأسبوع 8 يعني الهجرة. بعد الهجرة محمد صلى الله عليه وآله يفصل هذا المختصر، يفصله إلى يقول أحذركم 7 فتن. يعني المسطرة تماما صارت امتدت المسطرة. الأولى من المدينة، الثانية من مكة، الثالثة من الشام، الرابعة من اليمن، الخامسة من المشرق، السادسة من المغرب، السابعة من بطن الشام السفياني. ينطينا. احنا بصراحة يعني أنا شخصيا ما أقعد أنا أتكلف، وإنما أكو قبالي مسطرة. لذلك سميت البحث، إذا هذا تتابعوه، علم الاستشراف المهدوي، يعني علم توقع ظهور الإمام سلام الله عليه ومسطرة الظهور. فعندنا مسطرة، هذه المسطرة نبوية، النبي محمد صلى الله عليه وآله أمدها. ولذلك أنا شخصيا لما هذا العلم صار عندي بشكل واضح استندت في توقعاتي إلى هذه المسطرة الإلهية. ولذلك بزمان بشار كنت أقول انتظروا ترى بشار يروح، طلعوا. والحمد لله انتشر هذا المقطع، انتشر انتشار عجيب. أنه توقع، مو أنا يعني عندي شيء أرجم بالغيب، لا، وإنما أبني توقعاتي على علم.